ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم متابعين الأكارم وحياكم الله. الفيديو اليوم إن شاء الله مقسوم لقسمين. القسم الأول اللي هو بإذن الله تعالى الفيديو القادم بعد هذا الفيديو راح يكون مخصص لكيفية عمل الحمص بطحينة لأصحاب المطاعم. في أشخاص كتير تواصلوا معي وطلبوا مني هذا الفيديو بالتفصيل بالكميات الكبيرة للمطاعم، وفي شخص اليوم بالذات تواصل معي عن طريق الواتساب وطلبوا مني شخصيا، وباقي الأشخاص طلبوه برسائل على الواتساب. فالفيديو القادم إن شاء الله راح يكون مخصص لعمل الحمص بالطحينة السورية اللي احنا بنقلها المسبحة بالمقادير المطاعم بالتفصيل A to Z، من وقت سلق الحمص إلى نهاية الريسيبي تبع الحمص بطحينة وكيفية عمله. ويكون معنا بإذن الله تعالى حمص بطحينة كريمي، قوام متجانس، لمعة وطعم ولا أروع من هيك. أما الشق الثاني من الفيديو اليوم فبتمنى من الكل يسمعوني بشكل جيد. نحن إن شاء الله بهذه القناة جميعنا أخوة، وبدون ما أحمل أي شخص من نية بالشيء اللي نحن عم نطرحه بهذا القناة. الكل بيعرف، غالبية متابعين الأكارم بيعرفوا إنه الشيف أبو فراس ما في أي شخص بالقناة موجود عندي طلب أي طلب وأنا قصرت فيه نهائيا، وحتى لدرجة أنا أتحدى يجيني شخص يقول يا شيف أنا طلبت أتواصل معك عن طريق الهاتف بالواتساب أو بأي على الماسنجر أو على أي شيء إني أحكي أنا وياك وأنت رفضت أو ما تواصلت معي. كتير من الشباب الموجودين معنا بيعرفوا هذا الكلام. أي شخص عنده أي استفسار أو أي شيء أنا مباشرة عم لبيه، وحتى في أشخاص صدقا يمكن المكالمة بالطول بيني وبينهم لأكثر من نصف ساعة، أسئلة هن بيطرحوها وعم جاوب عليها بكل صدق وأمانة. والمحتوى اللي عم نقدمه بالقناة أنا شخصيا هذا الوقت اللي عم يضيع مني أنا كمقدم محتوى عم يرجع من شغله تعبان بده يرتاح، ومع كل هيك ما عم يتوانى أو عم يقصر مع أي سؤال أو أي جواب. لكن أنا عتبي على المتابعين الأكارم اللي هو لازم الشخص اللي عم يقدم لك المحتوى يحس انه تعبه ما عم يروح على الفاضي، وما عم يروح على الفاضي. الموضوع ما هو موضوع مادة نهائيا، لانه انا اللي عم اقدمه بالقناة اوتوماتيكيا كله فري. يعني اللي عم يكون بده اي شيء سبيشال خاص عم يعرف كيف يتواصل معي
عن طريق الواتساب أو عن طريق الماسنجر أو هذه الأمور. لكن المحتوى المقدم بالقناة كله عم يكون مجانا، يعني ما في أي فائدة إلي ماديا، وحتى أنا اللي مزعجني ولا حتى فائدة معنويا. معنويا كيف؟ أنا يا أخي الكريم عم بطرح موضوع، عم نزل لك ريسيبي، عم نحكي بمواضيع معينة، من خلال الفيوز اللي عم شوفه والتعليقات اللي عم شوفها. يعني بصفن هيك بتطلع بفيديو نزل في عليه أول 12 ساعة لنفرض 1000 متابع، 1000 شخص شافه، 10 أو 15 اللي علقوا. طيب يا ابن الحلال، والله ما بيصير لك شيء إذا كتبت كلمة شكرا، ما بيصير لك شيء. يعني هيك بيحس الواحد إنه تعبه مو رايح على الفاضي، تعبك مو رايح على الفاضي. أنت وقت اللي عم تقول للشخص اللي عم يقدم لك الخدمة أو النصيحة كلمة جيدة أو كلمة طيبة، أنت عم تشجع الشخص إنه يعطي أكتر ما عنده. لكن وقت بصفن فيها أنا هيك، يعني بتمنى من الجميع ما حدا يزعل مني، وقت بتصفن فيها أنت عم تتعب مثلا بالساعة والساعتين والثلاثة لتقدم فيديو أو تقدم محتوى، وبالأخير 1000 شخص عم يشوفوه خلال فترة مثلا 6 ساعات أو 12 ساعة، 10-15 اللي عم يعلقوا لك. طيب أنت ما عاد عندك الدافع، أنت ما عاد عندك الدافع إنك تقدم شيء أكتر. أنا ماني مستفاد منك، تمام؟ واللي بيذكر سابقا من بداية الفيديوهات، أنا حكيت يا شباب أنا مالي عم دور على موضوع اليوتيوب، ولا لي عم دور على موضوع أرباح اليوتيوب. الهدف من المحتوى اللي عم أقدم لكم إياه أنا فقط لا غير اللي هو إنه الشباب اللي مبلشة بمشاريع حديثة وبدها تشتغل وتترزق رب العالمين يكون في عندها خلفية عن بعض الأمور اللي تقدر تشتغل فيها وتترزق. وموجود كتير ناس بالقناة عندي بيعرفوا إنه بإذن الله الشيف أبو فراس ما قصر مع أي أحد نهائيا، ما قصر مع أي أحد نهائيا. يا شباب والله صدقا ما بزل عليكم، أنا في أشخاص تتواصل معي من كتير دول بالعالم، كتير دول بالعالم. يعني أنا من فترة يومين كنت منزل فيديو، اتواصل معي شخص، ما بدي أذكر الدولة لأنه ما بدي أنا يعني أجرح الشخص اللي حكاني. يا جماعة من آخر معمر الله، يا شيف هي كيف نساويها كيف نساويها. فأنا طلعت الآي بي تبعه، متابعني من 5 سنوات. بهال5 سنوات أنا اشتهيت شوف له تعليق، ومع هيك تتصل فيني وبتقلي شلون نشتغل وشلون نساوي. طيب والله مو حلوة، والله يعني هيك مواضيع بتخلي الواحد يصير معه مثل يعني عدم لا مبالاة، اللي بيستفيد واللي ما بيستفيد، واللي يعني ما عاد في عنده الواحد انه شجاعة انه او قدرة انه يستمر بهالموضوع هذا. فمو غلط يا اخي الكريم، يا اخي المتابع الحبيب، انه انت وقت تشوف محتوى عفوا اكتب تعليق، حتى لو إشارة استفهام، المهم أعرف إنك أنت موجود. وحتى لو ما كان الفيديو
اللي موجود انت بحاجة له، ما راح تخسر شيء نهائيا. يعني انت وقت فتحت الفيديو شفت المحتوى، لنفرض انه هذا المحتوى انت مالك فيه، ما بخسر شيء اذا كنت عملت تعليق صغير. صدقا 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 ما بزل عليكم بكلمة واحدة. يعني بيجيني اتصالات صدقا من كافة بقاع الأرض، والله من دول ما بتخيل بيوم من الأيام إنه يطلع الرمز الدولي تبعها عندي على موبايلي. ومع هيك مستمرين. لكن يعني مثل ما أنا عم أقدم للجميع شغلة تستفادوا منها، خلي يطلع من المتابع الكريم شيء يحفزني أنا إني تم مستمر معاكم، تم الواحد عم يعطي، ما يبخل عليكم بكل معلومة صحيحة. والكل بيعرف كمان، بعيد للمرة المليار، ما في معلومة بإذن الله أنا بعطيها غير صحيحة. هلا بعض الأحيان بيجيني أشخاص بيبعتوا لي يا شيف الرسبة اللي أعطيتنا إياه غير صحيح. ممتاز، هذا الكلام حلو. إمتى أنا بقتنع بهذا الكلام؟ لما بياخد شخص هالرسبة وبيجي بيقول لي أنا ما زبط معي وغير صحيح يا شيف، أنت ما عم تعطينا الرسبة الصح. أنا هذا الكلام بقتنع فيه صح لما بيكون مو بس لحاله هو عم يحكي هالحكي، بس وقت بيجيني 20 و30 و40 شخص وبيقولوا لي يا شيف نحن جربنا والأمور تمام والرسبي شغال معانا 100% أو الوصفة 100%، وبيجيني واحد بيقول لي أنا ما زبط معي، الرسبي غير صحيح، فأنا مضطر إني أقول له هذا لأنك أنت غبي، أنت مالك عرفان تشتغل. لكن لما بيتكرر الانتقاد من 10 أو 20 شخص إنه ما زبط معنا، فالكلام صح، معناته أنا صحيح أنا عم غش الناس اللي عم تتابعني. لكن بفضل الله عز وجل والكل عم يشوف التعليقات، كلياتكم عم تتفرجوا، ما في فيديو بعمله أو أي ريسيبي بنزله إلا الكل عم يكون مبسوط وعلى 24. أنا ما بدي طول الفيديو عليكم، وعتابي هذا عتاب عن محبة، مش عتاب عن بغض. لكن بتمنى إنه المتابع الكريم اللي موجود عندي بالقناة، وطبعا كلياتنا بنعرف يعني إذا أنت عندك لنفرض 100 متابع عندهم ظهور إنه موجودين عندك 500 متابع داخلين مع عدم ظهور. عرفتوا علي كيف؟ يعني في كتير أشخاص بتتابعك لكن أنت ما بيطلع عندك إنك هن الأشخاص هي عم تتابعك، مخفيين، ما بيحبوا يبينوا حالهم، ما بيحبوا يورجوا حالهم وعظمتهم إنه هن مشاركين وعم يتفرجوا عندك. هذه الأمور كلها معروفة بالنسبة لنا يعني. ومع هيك أنا بإذن الله تعالى ما بقصر مع أي أحد، وبرجع بعيد أتحدى إذا في شخص واحد طلب مني إنه يتواصل معي لأي أسئلة وأنا رفضت. الصبح، المساء، بعد نص الليل، بأي وقت كان، ما برد أحد ولا بطنش حدا. يعني حكيها بالمشرمحي باللغة العربية الفصحى، ولا بطنش أحد، بالعكس بحترم وبقدر الكبير والصغير والمقمط بالسرير. أنا معتبركم أخوات وأصدقاء، والفائدة مثل ما هي إلكم أنا إلي الثواب فيها. خيركم من تعلم وعلم، وبنفس الوقت اللي بده الناس تشكره بده يشكر الناس.
مش غلط متابعي الكريم انه حضرة جنابك ولو انه هيك جزء بسيط من تعليقك بتعبر فيه عن امتنانك وشكرك للشخص اللي عم يقدم لك المعلومة. بنهاية الفيديو مثل ما اتفقنا إن شاء الله تعالى الفيديو القادم رح يكون مخصص لأصحاب المطاعم، طريقة عمل الحمص بالطحينة بالتفاصيل A to Z. بتمنى لكم الخير جميعا والتوفيق، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.